توقفنا عند حد كنا آخر ما توقفنا عليه حد القذف. تمام. وتكلمنا عن المحصن في القذف أنه غير المحصن في قضية الزنا، وتكلمنا عن قضية التعزير وتعريف التعزير، وهل يتجاوز بالتعزير 10 أصوات، وذكرنا الخلاف في ذلك وما اختاره الأئمة وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما حد السرقة فقال الشيخ ابن سعد رحمه الله: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه. ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. معنى حسمت وضعت في الزيت، في زيت المغلي أو في أي شيء مما يحسم به بمعنى مما يقطع جريان الدم وسيلان الدم لئلا يهلك بعد ذلك، لأنه إذا بقي الدم يسير سيموت ولا شك. فهم يقطعون يده اليمنى من مفصل الكف، ثم بعد ذلك مباشرة تحسم في شيء حار، وكانوا يفعلون ذلك في زيت يغلي لتنكشم مجاري الدم فلا يسير بعد ذلك الدم. قال: فإن عاد وسرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، بمعنى نقطع يده اليسرى اليمنى ثم يرجع اليسرى، ثم إذا بعد ذلك سرق مرة أخرى لا يبقى معنا إلا السجن. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. وتعريف السرقة كما يعرفها الفقهاء يقولون: هي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، وشروطه 8. شروط السرقة 8 شروط: أخذ المال على وجه الاختفاء من مالك المال أو نائبه، وشروطه 8. قالوا: وجود السرقة وهي أخذ المال على وجه الاختفاء، فلا قطع على المنتهب الذي ينهب، وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة، ولا غاصب بالقوة، لأن بعضهم له حد أكبر من ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع حد الحرام. ولا خائن في وديعة، هذا قول سيأتينا الصحيح، أو عارية، لأن ذلك ليس بسرقة. وهو الإشكال ترى أنهم يعرفون مثل ما وقع في جميع العلوم، يعرفون الحكم بتعريف بحد، ثم بعد ذلك كل ما لم يدخل في ذلك الحد يخرجونه ولو بتكلف. واضح. يعني قالوا: حد السرقة أخذ مال من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء. وإذا صار أنت أعرف شخصا عارية شيئا ما، قدرة أو آلة أو جهازا، تمام، قيمته أكبر من ربع دينار فصاعدا وهي عارية سلفة، تمام، فلم يرد العارية وجحد العارية، يقول: هذه ليست سرقة. السرقة عندنا أخذ مال من مالك أو نائب على وجه الاختفاء، وهذه ليست سرقة، إذن لا يقع عليها حد. لكن الصحيح خلاف ذلك. والصحيح أن جاحد العارية يقطع إذا بلغت نصابا لهو ربع دينار فصاعدا، لحديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، أخرج الإمام أحمد بن داود والنسائي، وهو صحيح على شرط الشيخين كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء الجزء الثاني. وأما الخائن والمنتهب والمختلس فقد صح بذلك الحديث: ليس على المنتهب وعلى المختلس وعلى الخائن قطع. الإرواء هذا شرط. إذن يخرج من حديث سرقة الخائن والمنتهب، وقال كما قلت لكم والغاصب، وقد يكون هؤلاء حدهم أكبر إذا كان من باب الحرام. نعم. وأما من جحدت العارية فتقطع يدها
في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط توفرت الشروط، وأهم الشروط أن يكون المسروق أو العارية قد جاوزت النصاب ألا وهو ربع دينار فصاعدا. الشرط الثاني كون السارق مكلفا حتى نقطع يده، تنقطع يده. كون السارق مكلفا مختارا عالما بالمسروق وبتحريمه عليه، يعني لابد يكون عالم. قد يكون يقول كما ظنيت أنه أعطاني إياه، أو واضح بمعنى يكون يعلم، ولذلك أدوات يعني بذلك يعني حتى يصل للقاضي الحاكم الشرعي هل هذا سرق أو لم يسرق، هل هو متأول أو ليس متأولا. هناك يعني طرق كثيرة يعني يستعملها الحاكم الشرعي للوصول إلى بيان ذلك. ثالثا كون المسروق مالا محترما، فلا قطع في آلات لهو وطرب أو خمر، تمام، أو خنزير أو غير ذلك. واضح؟ بمعنى إنسان سرق، إذا سرق مالا محترما يجوز بيعه نقطع يده. إذا سرق مالا حراما فهذا المال أصلا حرام، والمال الحرام الشيء الحرام لا يتقوم. إذا سرق خمرا لا نقدر نقوم من الخمر هل تصل ربع دينار فصاعدا أو لا تصل ربع دينار فصاعدا، إنما الواجب أن نكسر الخمر بما على رأس صاحبها. واضح؟ فهو ليس مالا متقوما. إذا من شروط حد السرقة أن يكون المال محترم. نعم. ولا قطع على من سرق من غاصب ما غصبه أو مال حربي. إنسان سرق من شخص ماله الذي سرقه منه ذلك الغاصب أو اغتصبه منه، كذلك مال حربي لأنه ليس مالا محترما حربي، ليس المعاهد وليس المستأمن وليس الذمي. عندنا الكفار أربعة: الذمي اللي هو يدفع الجزية، الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية، والمستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بأمان والذي يدخل بتأشيرات. كل من دخل بلاد المسلمين بتأشيرة فهو مستأمن على دمه وماله وعرضه. والمعاهد الذي يقيم في بلده وبيننا وبينه عهد، واضح؟ أن لا حرب ولا قتال وأن بيننا صلح. يبقى الأخير وهو الحربي ولا كل الكفار. الحربي الذي بيننا وبينه حرب، هذا ماله ليس محترما، فلو سرقه شخص أو انتهبه فلا يقام عليه الحد. كون المسروق نصابا هو 3 دراهم أو ربع دينار فصاعدا، وذلك يعني في ذلك الوقت كان ربع الدينار يعادل 3 دراهم. أن يكون يعني ممكن ربع دينار الآن يعادل أكثر، ممكن يعادل أقل. واضح؟ أن يكون المال المسروق من حرز مثله. وش معنى الحرز؟ الحرز هو الشيء الذي يحفظ فيه المال. واضح؟ أن يكون المسروق موضوعا في حرز مثله، وحرز كل مال ما يحفظ منه عادة، ما يحفظ فيه عادة، وحرز كل مال ما يحفظ فيه عادة. واضح؟ كما قلت لكم أمس، إذا شخص أدخل يده في جيبه ليأخذ من مالك، تمام، هذا سارق. لماذا؟ لأنه أخذ المال من حرز مثله، صح ولا لا؟ لكن أقول لك أنت مثلا جالس أمام سيارتك وأخرجت مثلا المال ووضعته فوق شنطة السيارة، تمام، وجاء واحد أخذه ولو مسكناه يرد المال، لا يصبح المال حلالا عليه، لكن لا يقطع لأنه لم يسرق المال من حرز مثله. وقلنا قديما مثل الإنسان يحط مثلا الذهب في صندوق، في صندوق الحب، وش اسمه صندوق الحب؟ صندوق العجل. الكفر بالفرنسية، أنا أعرف الكفر بالفرنسية صندوق، صح ولا لا؟ وآخر وضعه في الثلاجة. واضح؟ مقصود يعني حرز كل شيء ما يحفظ فيه عادة. واضح؟ طيب. سادسا انتفاء الشبهة، فلا قطع بسرقة مال عمودي النسب. فالابن سرق من مال أبيه لا يقطع، تمام؟ واضح؟ لا أخيه وعمه وخاله، لا. إذا سرق الابن من مال الأب أو من مال الأم لا قطع، بخلاف لو سرق من
خاله وغير ذلك. ولا قطع في مال للسارق له فيه شرك، يعني إنسان شريك آخر وسرق من مال صاحبه فيه شبهة الشراكة، لم يسرق ماله، سرق ماله وسرق من مال صاحبه. قد تكون السرقة قبل قسمة المال، تمام؟ فهو لا يقطع لأن له فيه شبهة الشراكة. ولا زوج من مال زوجته، وكذا العكس، ولا زوج من مال زوجته. وما أكثر سرقات الزوجات، خاصة بعدما قال خذي من مال إيش؟ خذي من ماله ما يكفيك وبانيه، يتأولنا حتى لو كنت كريما. وكذا العكس، ولا من بيت المال، لكن 3 دقائق غض الطرف، خاصة إذا كانت مسألة بسيطة. نعم، بالمعروف هم بالغراب. طيب، ولا من بيت المال. 7 ثبوت السرقة بشهادة رجلين عدلين، ولا تسمع شهادتهما قبل الدعوة من صاحب المال. كذلك من الشبهة مثلا أسقط عمر رضي الله عنه حد السرقة عام المجاعة، عام الرمادة. من شدة المجاعة أسقط حد السرقة. لماذا؟ أن الناس كانت لو وجد سارق إنما يسرق من أجل أن يعفو. واضح. ثبوت السرقة بشهادة رجلين عدلين، ولا تسمع شهادتهما قبل الدعوة من صاحب المال أو نائبه، أو بإقرار السارق. يعني إما تثبت السرقة بشهادة رجلين عدلين، أو بإقرار من السارق، بإقرار السارق مرتين، ويثبت السرق وفي كل مرة لا يرجع عن إقراره حتى يقطع، فإن رجع ترك، زي ما تقدم لنا في قضية الزنا، إن رجع عن إقراره ترك صاحب المال بالمطالبة. 8 مطالبة مسروق منه أو نائبه، لأن المال يباح بالبذل، بمعنى إذا لم يطالب صاحب المال بالمال لا يقطع صاحبه ولا يبحث عن السارق، لكن إن طالب حينها يقطع، لأن المال يباح بالبذل. ممكن يسرق ويقول تصدقت عليه، تمام؟ والإباحة بالبذل والإباحة. واختار الشيخ أنه لا يشترط في القطع مطالبة المسروق منه بماله. ابن تيمية يقول لا يشترط، أنه يطالب، يعني من شروط القطع أن يطالب صاحب المال بالمال. لو مسك من غير المطالبة يقطع، لكن لو أسبق صاحب المال حقه لم يقطع قبل أن يصل إلى الإمام كما سيأتي، تمام؟ وهو يروي عن الإمام أحمد واختارها أبو بكر. ولا بأس بتقرير السارق الإنكار، يعني ممكن هو سرق وأنت تقرره الإنكار. لأثر أبي الدرداء رضي الله عنه أن جارية سوداء سرقت، فقال لها سرقت؟ قولي لا، فقالت لا، فخلى سبيلها. هذا ممكن يفعلوا هذا، يا ويحها ما يصدق أن يقع على صيد ذميم. فقال لها سرقت؟ قولي لا، فقالت لا، فخلى سبيلها. هذا لا يعني، شوف، لا يعني أنه بعد ذلك تستحل المال رجع إلى صاحبه، لكن قد تكون زلة، قد تكون خطأ، قد تكون فهو يريد أن يلقيها الحجة، فبعد ذلك تتوب فيما بينها وبين الله تبارك وتعالى. مسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس ولا غرض له في شخص معين، بمعنى شخص يعني ممكن يريد أن يسرق فلان من الناس، فهذا الذي قد يعفى عنه. لكن إنسان يمتهن اللصوصية والسرقة يقول: واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس ولا غرض له في شخص معين فإن قطع يده واجب ولو عفى عنه رب المال، لأنه مفسد. واضح أنه مفسد. وفي مسألة أخرى قال: ويلزم القطع إذا بلغ الإمام، وإلا قبل ذلك فللناس أن يعفو بعضهم عن بعض. يلزم القطع إذا بلغ الحكم إلى الإمام، بلغت القضية إلى المحكمة الشرعية، يجب على الإمام أن يقيم الحد. قبل ذلك، قبل أن تصل المسألة في الطريق عند الشرطة
عند ممكن أن يعفو وممكن أن ينتدب، حتى بعض الناس ينتدب من الشرطة مثلا، الشرطة الشرعية طبعا كذلك ممكن حتى الآن لا أدري، لكن نحن نتكلم عن الناحية من المسألة من الناحية الشرعية. ممكن أن يقول له يا أخي اعرف عنه، تجاوز عنه، يرد عليه، يسطر عليه، واضح لا بأس قبل أن تصل إلى الحاكم الشرعي. قال ويلزم القطع إذا بلغ الإمام، وإلا قبل ذلك فللناس أن يعفو بعضهم عن بعض. قال ابن عبد البر لا أعلم بين أهل العلم خلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو، لا له ولا لغيره، لا للسلطان ولا لغيره. وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم يبلغ السلطان، وذلك محمود عندهم. ذكر ذلك في التمهيد الجزء 11 صفحة 224. قلت ودليلهم حديث صفوان بن أمية أنه كان نائما في المسجد فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرقت رداء هذا؟ قال نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال له صفوان إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة. ليس بهذه الدرجة، تصدق خلاص عفوت سامحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به، أخرجه مالك وهو عند النسائي بزيادة فهلا أن تأتيني به، فتركته، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فالحدود إذا بلغت السلطان لا عفو، ولكن الناس أن يتعافى بعضهم، أن يعفو بعضهم عن بعض ما لم تبلغ إلى السلطان. أن إذا بلغت إلى السلطان ثم صار هناك عفو تصبح المسألة مهزلة، بمعنى لا يستتب الأمن في دولة الإسلام. نعم. وفي الحديث قال الشيخ وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى هذا الحديث فيه إشكال، الذي نعرف أن السارق يقطع فيما إذا ما بلغ تمام حد المسروق 4 دينار فصاعدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الحديث أن السارق هذين الثمرتين لا قطع في ثمر ولا كثر. قال الصنعاني رحمه الله الثمر المراد به ما كان معلقا في النخل قبل أن يجد ويحرس، يعني ما كان في النخل قبل الجلاد وقبل أن تنضع في الصناديق، ما كان في النخل. وأما الكثر فوقع تفسيره في رواية النسائي أنه جمار، والجمار هو كما يقال هو شحم النخل. يذكرون أنه يعني يكون يعني أشبه بالموز قبل أن يتفتح، واضح، أو أشبه بالذرة، حبة الذرة يكون قبل أن يتفتح الجمار يكون أشبه بالذرة مغلفة. تمام. قال وأما الكثر فوقع تفسير في رواية النسائي بالجمار بالجيم وآخره راء بزينة رمان، وهو شحم النخل الذي في وسط النخل، كما في النهاية، أي إذا قال في النهاية معناه لغريب الحديث لابن الأثير حسان. والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز القطع بسرقة الثمر والكثر، وظاهره سواء كان على ظهر المنبت له أي معلق على الأشجار أو قد جد. لا قطع في ثمر ولا كثر، هذا لفظ عام مطلق. تمام. سواء كان في النخل وكأنه كل شيء فيه قطع إلا في هاتين الثمرتين، تمام، أو في هذين الشيئين. هذا ظاهر الحديث، هذا كلام الصنعاني. وظاهره سواء كان على ظهر المنبت له أو قد جد، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. وعند الجمهور أنه يقطع في كل محرز له، سواء كان على أصله باقيا أو قد جد، وسواء كان أصله مباحا كالحشيش. الحشيش أنتم تعلمون قال الناس شركاء في الثلاث، في الماء والكلاء والنار. تمام. الكلاء اللي هو الحشيش الذي في الصحراء الناس يشتركون فيه. يقول حتى لو كان أصله مباحا ولكن أصبح ملكا للشخص أو محروقا أو في مزرعة شخصية أو هو من زرع الكلاء. تمام. قال وعند الجمهور أنه يقطع في كل محرز سواء كان على أصله باقيا أو قد جد، سواء كان أصله مباحا كالحشيش.
ونحوه أولى. وأما حديث لا قطع في ثمر ولا كثر فقال الشافعي إنه أخرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها، فترك القطع لعدم الحرز. بمعنى أهل المدينة كانوا لا يحرزون الحوائط، حيث لا يضعون، بمعنى عنده مزرعة مستباحة مفتوحة يمر منها الماشي، تمر منها البهائم وتمر منها، فأخرج هذا الحديث على هذا من هذا. أما إذا كان محاطا بسياج تمام محفوظا في حرز فلا، بمعنى يخرج هذا الحديث على هذه الصفة فقط. إذا كان أمر مستباح وليس محاطا بسياج ولا ذلك والناس تأخذ الممر وتمر منه سواء كانت الناس أو بهيمة الأنعام، واضح؟ وعلى هذا خرج الشافعي، فقال الشافعي إنه أخرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها، فترك القطع لعدم الحرز. فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها، فكانت كغيرها، يعني يبقى العموم أن المسروق يحد إذا سرق من حرز مثله. معناها أنت في بستان فيه ثمر ومحاط وسياج وصور وشخص يعتري الصور ويدخل يسرق. فرق بين من كانت هذه صفته وبين من كان عندهم بستان في صحراء والناس تمشي بين الأشجار وتمشي في ضروب بين الأودية بالبهائم وكذا، فيرى شيئا من التمر فيأخذه ويأكله، واضح؟ فيظن أن صاحبه أباحه سبيل. أحسن الكلمة أنه سبيل، واضح أنه مسبب لوجه الله تعالى. فيقول حديث لا قطع في ثمر ولا كثر يخرج على هذا الصفة، واضح؟ وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر رواه أهل السنن وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء الجزء الثامن. نقف عند هذا القدر.